انا كل هم الناس بشوفهم في كل مكان ببص ليه، وميرامار فيها كل ناس مصر. فيلم ميرامار مليان رموز وابعاد ورا قصه الفيلم واسئله كتير عاوزه اجابات. انا هنا بقى عشان اجاوب لك على الاسئله دي. فمع مراجعه فيلم ميرامار صاحب المركز ال 29 في قائمه افضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصريه. الفيلم بالطبع من تاليف نجيب محفوظ ومن اخراج كمال الشيخ. بتبدا الحكايه مع زهره بنت احدى القرى في محافظه البحيره، واللي سابت بلدها وهربت علشان اهلها كانوا عاوزين يجوزوها لراجل عجوز. فزهره قررت انها تهرب وتروح مدينه اسكندريه، وتحديدا فندق ميرامار، وده لانه المكان الوحيد اللي كانت بتروح فيه مع والدها الله يرحمه. زهره عاوزه تبدا حياه جديده تعتمد فيها على نفسها وتبقى هي صاحبه قرارها، وبناء عليه فهي قررت انها تشتغل في فندق ميرامار. وفعلا زهره استلمت شغلها في الفندق بعد موافقه اليونانيه مريانا صاحبه الفندق. بعد كده زهره بتقابل مجموعه من الناس من نزلاء الفندق، زي صحفي الوفد القديم عامر وجدي، والاقطاع السابق طلبه مرزوق، واللي 23 يوليو اخذت كل ارضه. بعد كده زهره وهي مره ماشيه في شوارع اسكندريه فبتقابل بالصدفه سرحان البحيري، واللي اتشد ليها اول ما شافها وفضل وراها لحد ما عرف هي شغاله فين. وبعد كده راح نزل في فندق ميرامار علشان يبقى قريب منها. سرحان البحيري هو وكيل حسابات شركه الغزل وعضو في الاتحاد الاشتراكي زي ما كان دايما بيعرف نفسه. المهم اننا بنعرف بعد كده ان سرحان راجل على قد حاله، وكان عايش قبل ما ينقل الفندق مع رقاصه اسمها صفيه. بعد كده بينضم لنزلاء الفندق شاب من الاقطاعيين الجدد وهو حسني علام، وبعديه بينضم شاب اخر يسير التوجه وهو المذيع منصور باهي. وبعد اكتمال عقد نزلاء الفندق بنلاقي ان كلهم عينيهم من زهره، لكن كل واحد بطريقته. لكن سرحان البحيري هو الوحيد اللي قدر يفوز بيها بعد ما فضل يطاردها في كل مكان لحد ما خلاها تحبه بعد ما وعدها بالجواز. المهم اننا بنكتشف بعد كده انه بيخطط مع المهندس علي بكير لسرقه بضاعه من شركه الغزل وبيعها لصالحهم في السوق السوداء. وفي اثناء محاولات سرحان لسرقه شركه الغزل كانت زهره بتحاول انها تطور من نفسها بانها تمحي اميتها بتعلمها للقراءه والكتابه، وده عن طريق احدى المدرسات واللي قابلتها بالصدفه في الشارع. وده خلى بعد كده المدرسه تبقى من رواد الفندق علشان يشوفها بعد كده سرحان في مره من المرات واللي كانت بتدرس فيها لزهره. سرحان البحيري ما سابهاش لحد ما عرف انها غنيه ودخلها كويس. بعد كده بيقرر انه يبعد عن زهره ويروح يخطب المدرسه علشان تعرف زهره بعد كده حقيقته انه كان بيخدعها. بعد كده سرحان البحيري بتحصل له مشكله كبيره بتقضي على حياته بشكل مأساوي يستحقه. لكن بعد اللي حصل ده زهره بتفوق لنفسها وبتسيب المجتمع المضطرب اللي كانت عايشه فيه في فندق ميرامار وبتحاول تشق طريقها بنفسها. علشان نقدر نحلل فيلم ميرامار بشكل صحيح لازم نحلل الاول التحولات السياسيه اللي كانت موجوده في الفتره دي واللي اثرت بالتبعيه بشكل كبير على صناع العمل، واولهم الكاتب الراحل نجيب محفوظ. نجيب محفوظ كان من انصار حركه الضباط في 23 يوليو وكان من المؤمنين بيها، وكان دايما عنده اعتقاد انها تخلي مصر في مكانها افضل. لكن اللي حصل على ارض الواقع كان غير كده. نجيب لقى ان بعد 52 مفيش احزاب، مفيش معارضه، مفيش صحافه، مفيش حريه، وان كل السلطات متجمعه في ايد شخص واحد. بالاضافه انه لقى تحولات رهيبه في المجتمع المصري، وده خلاه ينقطع عن الكتابه لمده 5 سنين. عاد بعدها نجيب بروايات تنتقد النظام بشكل واضح، ويمكن من اشهر الروايات دي روايه ثرثره فوق النيل، واللي كان ينتقد فيها نجيب النظام الناصري بشكل واضح ومن غير اي مواربه او رمزيات استخبى وراها. وده عمل ازمه كبيره جدا ما بينه وبين مجلس قياده الثوره. لكن نجيب محفوظ ما سكتش وطلع بروايه ميرامار اللي انتقد فيها النظام برضه، لكن المره دي بشكل رمزي، لدرجه ان الفيلم كان هيتمنع من العرض لولا ان جمال عبد الناصر فوض السادات انه يشوف الفيلم. وبعد كده تم السماح بعرضه بعد توصيه من السادات نفسه. نفس الاشكاليه اللي مر بيها نجيب محفوظ مر بيها كمان الشيخ والسيناريست الكبير ممدوح الليثي، واللي بالمناسبه هو اللي كتب سيناريوهات افلام ثرثره فوق النيل والكرنك بالاضافه لفيلم ميرامار. المهم ان فيلم ميرامار هو انتاج صدمه المثقفين المصريين اللي كانوا مؤمنين بثوره يوليو، وبعد كده ما شافوا الاثر السيء اللي خلفته على ارض الواقع حاولوا يعبروا عنه في افلام كتير، ومنها فيلم ميرامار واللي هو موضوع حلقتنا النهارده. نجيب محفوظ بعد فتره انقطاع عن الكتابه حاول يصور مصر بكذا شكل ومن خلال افكار متنوعه، ومنها فكره اللي طرحها هو وكمال الشيخ في فيلم ميرامار، وهي فكره مصر الجديده اللي بتحاول تتحرر من قيودها، واللي مثلها من خلال شخصيه زهره. زهره سابت بلدها علشان اهلها عاوزين يجوزوها لراجل عجوز على عكس رغبتها، وده طبعا في اشاره واضحه لمصر الجديده واللي بتحاول تتحرر من قيودها القديمه وبتحاول تتخلص من عادات وتقاليد ونظام ملكي قديم عجز وعاف عليه الزمن علشان تنتقل لمجتمع جديد ومتطور ومنفتح زي مجتمع اسكندريه وفندق ميرامار. زهره اول ما راحت الفندق قابلت عامر وجدي الصحفي الوفد القديم، لكن زهره بعيده تماما عن عامر وجدي وممثله لانه يعتبر من النظام القديم اللي عاشت فيه زهره ورفضته. وعلشان كده هنلاقي كمان الشيخ في اول لقاء لزهره مع عامر وجدي دايما حاطط زهره في المشهد في مكان بعيد عن عامر للدلاله على الفكره اللي بنتكلم عنها. وبعد كده بتقابل الاقطاع القديم طلبه مرزوق الكاره ل 23 يوليو، وده علشان اخذت منه كل ارضه بسبب نكته قالها، واللي زهره طول الفيلم تنفر منه ومن كل اللي بيمثله لانه برضه بينتمي للنظام القديم. ومن عبقريه كمان الشيخ انه في المشاهد اللي جمعت طلبه مرزوق مع عامر وجدي في اول الفيلم كان دايما بيحط زهره في طرف المشهد وكان بيفصلها تماما عنهم عن طريق انه بيخليها اوت اوف فوكس للدلاله ان زهره بعيده عن النظام ده او كل ما يمثله
او عن اي حوارات تخص امجادهم القديمه. زهره اول حاجه عملتها انها حاولت تغير من نفسها ومن شكلها، فاول حاجه عملتها انها قلعت العبايه الفلاحي ولبست الفستان، مع دلاله رمزيه مهمه وهي انها احتفظت بالمنديل الفلاحي بالرغم من التغير اللي عملته في شكلها. ودي حركه مهمه جدا عملها صلاح ابو سيف، وتتفق مع فكره نجيب محفوظ عن مصر الجديده، وهي انه بالرغم من التغيير في المظهر لكن من المهم ان مصر هتحتفظ بعقلها وحضارتها وتاريخها وتراثها اللي هي مصدر عزها من الاساس، من غير انسلاخ تام الشخصيه والهويه المصريه، علشان ما تتحولش مصر لمسخ بيتشبه بالغرب. زهره ما اهتمتش بتغيير مظهرها بس، زهره كمان اهتمت انها تطور من نفسها عن طريق تعلم القراءه والكتابه. فنجيب محفوظ وكمان الشيخ بيقولوا لنا ان مصر محتاجه تطور في المظهر والجوهر. زهره برضو قابلت شخصيات كتير في الفندق واللي بتمثل المجتمع المصري بعد 23 يوليو، زي محمود بياع الجرايد اللي بيمثل الطبقه البسيطه والمهمشه من الشعب المصري، واللي بتحاول دايما انها تشق طريقها برغم الصعوبات، وزي الاقطاع الجديد حسني علام الشخصيه المستهتره واللي بتجري ورا الستات، واللي كان بيحاول دايما انه يقرب من زهره لكنها كانت دايما بترفضه، وده لان زهره مش عاوزه واحد ياخد حته منها مقابل الفلوس، وبرضه مش عاوزه تبيع نفسها، هي بس عاوزه حد ياخد بايدها لقدام. زهره برضه بتقابل منصور باهي الشاب اليساري المعارض للسلطه، واللي مشغول دايما باحلامه ومحاولته لتحقيق بطولات وامجاد شخصيه. وفي وسط كل المجتمع ده زهره ما اتعلقتش غير بسرحان البحيري، واللي كان بيعرف نفسه دايما بانه وكيل حسابات شركه الغزل وعضو مجلس الاداره المنتخب وعضو الاتحاد الاشتراكي. اسم حضرتك؟ سرحان البحيري. الوظيفة؟ وكيل حسابات شركة الغزل وعضو مجلس إدارة الشركة المنتخب وكمان عضو اللجنة السياسية. طريقة تقديم سرحان البحيري لنفسه ليها دلالة برضه، لأنها بتتكلم عن طبقة من السياسيين الجدد اللي ما لهمش أي ماضي يذكر أو أي علاقة بالسياسة قبل حركة الضباط في 23 يوليو، وده وضحه سرحان البحيري في المشهد ده. إنما ما اشتغلتش في السياسة قبل الثورة. وأنا في الكلية كنت عضو في لجنة طلبة السعديين، ولما اتخرجت انضميت للوفد لحد ما جت الثورة انضميت لهيئة التحرير. أستاذ سرحان، أنت آمنت بالاشتراكية قبل الثورة ولا بعد الثورة؟ في الحقيقة أنا آمنت بالاشتراكية مع الثورة. يا سلام. زي ما كان طلبة مرزوق وعامر وجدي بيعرفوا نفسهم بماضيهم اللي انتهى، فسرحان البحيري كان بيعرف نفسه بالحاضر اللي عايش فيه، وده لأنه مالوش أي ماضي. فاحنا عندنا طلبة وعامر ناس بماضي لكن ما لهمش أي حاضر ومستقبل، وعندنا في نفس الوقت سرحان البحيري من غير أي ماضي لكن معاه الحاضر والمستقبل. وده اللي خلى زهرة تتعلق بيه دونا عن كل موجودين في الفندق، لأن زهرة عاوزة حد ياخد بإيديها للمستقبل. لكن بعد كده لما تكتشف زهرة ان سرحان البحيري انسان نصاب وحرامي ووصولي، وانه ضحك عليها وكان بيغشها ويخدعها، وان هدفه الاساسي انه يحقق مصلحته الشخصيه، فهنا الحقيقه كلها انكشفت لزهره وبتحاول انها تواجه سرحان بالحقيقه. النقطه دي بقى بالاحداث مش لازم نعديها كده وخلاص، لان صدمه زهره في سرحان البحيري هي نفس الصدمه اللي حصلت لبعض طبقات المجتمع، ومنها طبقه المثقفين، واللي منها بالتبعيه نجيب محفوظ وممدوح الليثي وكمان الشيخ، واللي خلتهم يفهموا طبيعه النظام الجديد وانه بيهدف لتحقيق مصلحته الشخصيه فقط دون ما اخذ مصلحه الشعب في الاعتبار. وصدمه زهره في سرحان البحيري هي نفسها صدمه نجيب محفوظ في نظام 23 يوليو. المهم ان مجتمع فندق ميرامار هو مجتمع مضطرب، في شخصيات وطبقات كتير متقاربه في بعض الاوقات ومتنافره في اوقات تانية، وده اللي حاول كمان الشيخ انه يبرزه في كادرات كتير زي الكادر اللي جمع نزلاء الفندق كلهم على مائده الفطار. لما نيجي بقى نحلل المشهد ده هنلاقي حاجه مهمه، وهي ان كمان الشيخ حط طلبه وعامر اللي بيمثلوا النظام القديم على جنب من جوانب الترابيزه، وحط سرحان وحسني اللي بيمثلوا النظام الجديد على الجنب الثاني، وفي نفس الوقت حتى منصور جنب النظام القديم لكنه برضه بعيد عنهم. ودي شايفها توزيع عبقريه من كمان الشيخ، لان منصور وهو ممثله رافض تماما للنظام الجديد، وفي نفس الوقت هو عاوز يبعد عن النظام القديم، فما كانش ينفع انه يبقى قريب في الترابيزه من طلبه وعامر، ولا يبقى في نفس الجانب مع سرحان وحسني، وبرضه ما ينفعش انه يحصل تبديل في الاماكن ما بين طلبه وعامر وسرحان وحسني، لان النظام القديم ما ينفعش يبقى على نفس الجانب مع النظام الجديد، والا هيبقى ليه دلالات مختلفه تماما عن حقيقه المجتمع في الوقت ده. التوزيعه دي هتختلف شويه في مشاهد تانية لكنها هتؤدي لنفس المعنى. فهنلاقي في المشهد ده منصور وعامر في كادر لوحدهم، لكن كل واحد فيهم في اتجاه وماسك كتاب للدلاله على اختلاف توجهاتهم وافكارهم. وهتلاقي كادر بيجمع ما بين حسن الاقطاع الجديد وطلبه الاقطاع القديم على ترابيزه واحده بيلعبوا قمار، للدلاله برضو انهم مهما هيختلفوا فالمصلحه والفلوس هتجمعهم. وهنلاقي مريانه على ترابيزه لوحدها وكلهم في جانب بعيد عن جانب سرحان في المشهد، وده للدلاله على رفضهم للنظام الجديد وخصوصا بعد ما كشفوا حقيقته. مجتمع فندق ميرامار هو مجتمع سلبي مش مشغول غير بنفسه، وده بان قوي لما كل اللي في الفندق عارف ان سرحان بيحاول انه يقرب من زهره، وبالرغم من ان كلهم كانوا عارفين حقيقه سرحان البحيري وحاسين بيها لكن كلهم ما حاولوش يمنعوه او انهم يمنعوا زهره انها تقع في مشكله معاه. مفيش غير منصور هو اللي اتحرك بس، واقصى حاجه عملها انه قال لها انه خايف عليها من سرحان. وانت بينك وبين سرحان حاجة؟ هو طلب مني انه يتجوزني. اوعى يكون بيضحك عليك يا زهرة.
وناوي يغدر بيك. مجتمع فندق ميرامار هو برضه مجتمع اناني، مش بيفكر غير في نفسه وفي مصلحته فقط، وده بان في المشهد الخارجي اللي جمع معظم نزلاء الفندق في كافيه ديليس. فهنلاقي في احد الجوانب قاعد عامر وطلبه مع خلفيه لتمثال سعد زغلول زعيم ثوره 19، مع حوار ما بين طلبه وعامر بيتهم فيه سعد زغلول انه سبب كل المشاكل اللي بتحصل في البلد دلوقتي، وده لانه كان بيهاجم الملك وبيدعو للثوره. لكن عامر بيرد عليه وبيقول انه كان وطني وامين، ومع اخر حرف من الكلمه بيتعمل جنب قط جامده جدا على سرحان وعلى بكير وهما بيخططوا لسرقه مصنع الغزل واللي كانوا قاعدين في الجنب التاني من المكان. وبرضه هنلاقي ان في اخر المشهد بيدخل حسني علام ومعاه واحده ست. ايه الجميل بقى في المشهد ده ان الشخصيات دي كلها كان من الممكن تجتمع في الفندق، لكن كمان الشيخ ونجيب محفوظ فضلوا ان يكون اجتماعهم في مكان بره الفندق علشان المشهد ما يكونش فيه زهره، لدلاله قويه جدا ان المجتمع لا يعنيه زهره في شيء، وان كلهم مشغولين بمصالحهم الشخصيه واحلامهم، وفي نفس الوقت وزهره غير مشغوله برضه بصراعاتهم. زهره بعد كده ادركت الحقيقه الكامله لما قررت انها تسيب الفندق وتشق طريقها بنفسها. زهره ادركت ان مصلحتها مش مع الرموز، عفى عليها الزمن ومش هتقدم اي جديد زي طلبه وعامر، ولا مع واحد غني زي حسني هياخد حته منها مقابل الفلوس، ولا مع واحد زي سرحان البحيري مش هتاخد منه غير الكلام والشعارات واللي هدفها بس تحقيق مصلحته الشخصيه. زهره ادركت كل ده ونزلت الشارع علشان تقابل محمود الغلبان بياع الجرايد وتمشي معاه. زهره ادركت ان الوحيد اللي ممكن تكمل معاه طريقها هو الشعب الطيب الغلبان اللي ملوش اي مصلحه غير انه بيحب زهره. سلام.